كابتن صلاح بالنسبه لكم انتوا كان اصعب فرقه انتوا بتطلعوا لها، يعني رايحين هتلعبوها؟ اسماعيلي بقى، الاتحاد، الاولمبي، المحله؟ غزل المحله، مصري، الاتحاد، كان اصعب 3 فرق. اصعب 3 فرق. وخاصه المحله والمصري. المصري كان الزمالك دايما بيتغلب، كان بيرجع خسران دايما. لا كسبنا. ايوه، ما كنت بتكسب، بس يعني معظم المباريات كان المصري في التوقيت ده اللي هو بتاع مصاب والذهب واينو وجمال جوده والناس لا دي. لا، قبل كده كمان. وقبل كده ومصعب نور بالظبط. سانجا وجمال فؤاد يعني الفتره دي كان المصري كعبه عالي تهيألي عن على الزمالك. على ايامنا احنا كان الزمالك، ممكن الفتره دي المصري. اللي هي فتره جمال عبد الحميد، اللي هي الجيل اللي هو بعد كده، اللي بعده. لكن الصعوبه في ان انت بتروح تقابل لعيبه كويسه جدا وجماهير صعبه جدا. دي يعني في مثلا في اماكن كنا بنروح لو كنا متعدين وراجعين احنا كسبانين. زي بورسعيد مثلا. بورسعيد، المحله، اسماعيلي، اسكندريه، اسماعيلي كده. لكن بتبقى ساعات، يعني انت مثلا ساعات في الاسماعيلي بتكسب. الاتحاد ممكن. لكن كان مصر والمحله صعبه قوي. هو فعلا الاسماعيلاويه يعني بيلعبوا بيبقى ما فيش حماس قوي، عايز يكسب وكل حاجه. مع الزمالك ما بيكونش فيه اللي هو عايز اقول الغل بتاع الكوره في المباريات، بعكس مثلا ما بيواجه الاهلي بيواجه اي فرقه تانية. لا شوف، انا وجهه نظري يعني اي جمهور او اي نادي ليه جماهير لازم تلعب بكل الصفات اللي انت قلت عليها دي. لو قلت واحده فيهم الجمهور بيبقى عارف او حاسس في الملعب. لكن صعب الاسماعيلي ما يلعبش بروح. الزمالك انا اصل انا في مشكله ان انا عارفك كويس قوي. انا عارفك انت كويس قوي في اسئلتك. شفت جبت له بقى اللي هو عايزه. صدقني خالص يا كابتن. انت خلاص. فالاسماعيلي بيلعب ضد الزمالك زي ما يكون بيلعب ضد الاهلي زي المصري. ان خلي بالك في دربيات غير اهلي الزمالك. ايوه طبعا. فهي الجماهير غصب عنك، عشان دايما بنشتكي عايزين الجماهير ليه؟ عشان في لعيبه تحس ان هي حد شايفها، هيقيمها، هيشجعها ولا لا، هيحس ان هي مقصره في الملعب ولا لا. على ايامنا كنا بنخاف، دي حقيقه. كنا عايزين الجماهير تطلع فرحانه، كنا عايزين نكسب بقدر الامكان عشان ما حدش يقول لك انت قصرت. عشان احنا كان في بعض الاحيان كتير قوي كان عندنا دم لما كنا نخسر. لا على طول والله يا كابتن، مثلا في الاسبوع نسافر عشان نستخبى من الناس. ليه؟ لان الجماهير دي هي اللي عملتك. فكونك انت تاثر بالسؤال الخبيث بتاعك ده مش الاسماعيلي والزمالك. والله خالص انت قصدي؟ هو مش سؤال خبيث، هو سؤال طبيعي جدا. طب ماشي. طيب كابتن صلاح، يعني اكتر مباراة قمة انت كنت يعني خسرت فيها وكنت مش عايز تروح النادي، او قعدت فترة غايب عن النادي عشان مش قادر تواجه الجماهير. كاس 4-2 اللي كنت كاسبين متقدمين فيه 2-1 واتطرد ممدوح مصباح باين. ممدوح مصباح. وبعدين الكابتن شوقي، خلي بالك احنا بعد الجون الثاني علي ضيع، ولا طه الله يرحمه ضيع جون ثالث. لا خلاص المباراه انتهت. فالكابتن شوقي نزل، كان حد مصاب، فبنقول له يا كابتن نلعب 10 بقى تعبانين. فاضل قد ايه؟ قال لك فاضل 13 دقيقه. كابتن شوقي مين؟ شوقي حسين كان ماسك. فقلنا طفشوا مش عارف، خلاص الوقت هينتهي. اتاريها 33 دقيقه اللي هو نزل فيها الخطيب وطاهر وجابوا جونين باين. كان بقى فاروق رجع ورا واحنا بنلعب ناقصين. ده اكتر. خدنا بعض انا ومحمود سعد وعادل مأمور، رحنا اسكندريه 3 ايام ما طلعناش من البيت فعلا. وهقول لك بالمناسبه كان في ماتش الاولمبي بعديها ب5 ايام او 4 ايام، فطلعنا من اسكندريه على ملعب على الفرقه على طول وكسبنا الاولمبي. لان انت مسؤول من ناس ومسؤول عن ناس. الجماهير دي هي اللي الصفوه اللي موجوده في كره القدم في مصر، خاصه الانديه الشعبيه. فلو ما خفتش مش هتنجح. انت فاهم قصدي يا اسلام؟ ايوه. لكن انا بقى باخد وخلاص، كسبت خسرت لا، الناس دي بتحاسبك.
زي المحل